طبعا كلنا منتظرين المواجهة المهمة جدا ما بين النادي الأهلي والترجي التونسي على استاد راداس اللي هتكون في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. المباراة هتكون من غير جمهور، وده كان قرار الفيفا نتيجة أحداث الشغب من جمهور الترجي، واللي بسببها اتحرم الترجي من جمهوره 4 مباريات. المباراة مش هتكون سهلة. الأهلي والترجي تواجهوا مع بعض 22 مباراة، منهم 20 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في الكونفدرالية. الأهلي فاز في 10 مباريات وتعادلوا مع بعض في 8 مباريات، والترجي فاز في 4 مباريات وأحرز فيها الأهلي في شباك الترجي 26 هدف واستقبل 15 هدف، وكان الهداف الرئيسي للنادي الأهلي الحاوي وليد سليمان برصيد 3 أهداف. وآخر مواجهة كانت في دوري أبطال أفريقيا في 2021، وكان ساعتها المدرب بيتسو موسيماني، وفاز فيها الأهلي في الذهاب في راداس 1-0. أما في العودة في القاهرة فاز فيها الأهلي 3-0. حكم المباراة هيبقى بيتر كاماكو من كينيا، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسيتو، وجيلبرت من كينيا، والحكم الرابع عمر عبد القادر من الصومال، وتقنية الفار الحكم مصطفى غربال الجزائري. أما عن توقعات التشكيل النادي الأهلي ففي حراسة المرمى محمد الشناوي، قلبين الدفاع محمد عبد المنعم ومتولي، وباك رايت محمد هاني، وباك ليفت علي معلول. في خط الوسط الجوكر حمدي فتحي، وكمان الدبابة أليو ديانج ومروان عطية، وينج ليفت الشحات، وينج رايت بيرسي تاو، ومهاجم صريح كهروب كهربا. في 3 الصراحة يا جماعة، عشان ده كولر فانا مش متأكدة قوي منهم. ممكن مكان متولي يبقى ياسر ابراهيم، وممكن يكون اليو ديانج مكانه السولية، ده لو الاتنين دول جاهزين. ومكان بيرسي تاو ممكن يكون احمد عبد القادر. وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله.